هي مش المستشفيات اولى بكل الفلوس اللي بتتصرف دي؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. خليني اقول لك في البدايه ان مصر ما عملتش حاجه في ملف الصحه. ايوه زي ما سمعت، ما عملتش حاجه، ولكنها عملت حاجات وحاجات كتيره جدا. يمكن الدوله عملت جهود كبيره في ملف الصحه لا يمكن انكارها، وكمان عملت مبادرات مهمه جدا كان من اهمها مبادره القضاء على فيروس سي. بجانب تطوير المرافق والمبادرات اللي اتعملت، الدوله اعلنت في يوليو 2019 عن مشروع مهم جدا. المشروع ده هو منظومه التامين الصحي الشامل الجديده واللي اشتغلت في نوفمبر من نفس السنه. المشروع ده بيعتبر من اهم ادوات مصر في اصلاح النظام الصحي، وواحد من الاولويات للدوله اللي بتركز على بناء الانسان وتوفير حياه كريمه ليه، والحياه الكريمه دي بتبدا من نظام صحي شامل وجيد. طيب هو ايه الهدف من اطلاق منظومه التامين الصحي الشامل وايه مميزاتها؟ منظومه التامين الصحي الشامل كان ليها اهداف كتيره، منها توفير العلاج والتغطيه الصحيه الشامله لكل المصريين، توفير رعايه صحيه شامله باعلى جوده واقل تكلفه، ده غير تحسين جوده الخدمه المقدمه مع ضمان التوزيع العادل والمساواه بين جميع المواطنين، واصلاح نظم الرعايه الصحيه بالكامل، وانه طبعا يكون في ضمان كفاءه منظومه التامين الصحي واستمرارها، وانه يوفر حياه صحيه امنه لكل المواطنين، وده من خلال نظام تامين صحي متكامل يقدر يحقق التغطيه الصحيه والوقائيه الشامله والتدخل المبكر بما يكفل الحمايه الماليه لغير المقتدرين. وبرضه لازم تبقى عارف معلومه مهمه، وان التكلفه الاجماليه للمبادره حوالي 1.3 مليار جنيه. طيب بعد حوالي 3 سنين من اطلاقها، ايه اهم انجازات منظومه التامين الصحي الشامل؟ المنظومه خلال 3 سنين حققت ارقام كتيره جدا مهمه، هقول لك اهمها. سجلت أكتر من 5 مليون مواطن في 6 محافظات، وهي محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء. وكمان قدمت 15 مليون خدمة طبية وعلاجية، وده من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وده بثلاث محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، واللي هم بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، بالإضافة لأنها قدمت 7.8 مليون خدمة طب أسرة في نفس المحافظات، بجانب إجراء 223 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وده من بداية تطبيق المنظومة في محافظات الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد. وهنا السؤال الصح، تفتكر الدولة محتاجة تعمل إيه تاني علشان تطور قطاع الصحة؟ سلام.